بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شلونكم غوالي؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. بنات اليوم راح أسوي وصفة توست بالحمص المجروش. طبعا هاي الوصفة شفتها حبيت أطبقها وحبيت أنطيكم المختصر المفيد مالتها. استخدمت طاسة من الحمص المجروش وهنا 3 بيضات. طبعا مثل ما شفتوا الخلط كان موشل عندي. نقعته يوم كامل بنات، يوم كامل يعني خلينا نقول من الصبح لليوم الثاني الصبح حتى تنقع الحباية بشكل. خليت 3 بيضات، ملعقة خل أبيض، ملعقتين مليانة أو 3 من الزبادي. خليت ما يعادل ربع، أكثر من ربع شوية من الزيت، يعني شوفوا المسافة اللي أخذها كلش قليلة، يعني خلينا نقول ثلث الكوب. خليت هذا الكمية مالت الملح اللي هي تقريبا ملعقة مال شاي. الخليط بعد ما خلطته وشفت شلون صار ضفت له الملح، يعني كلش انخلط. هسه تشوفون القوام مثل قوام الكيك. ضفت هذا الظرف مال بيكنج باودر. بنات لو كانت عندي، وهاي القليل من الكمون، لو كان عندي يعني خل اكثر، اني بطبيعتي احب اضيف الخل حتى شنو اقضي على ريحة البيض. مثل ما شفتوا يعني استخدمت انا 3 بيضات صغار، اذا كبار ممكن تستخدمين 2 وتعيدين الخلط مالته مرة ثانية. هنا استخدمت ورق زبدة بهذا القالب، كلش مناسب هذا القالب لهاي الكمية. خليت هاي شي راجع لكم، تخلون ما تخلون. خليت سمسم وحبة البركة أو الحبة السوداء بالقاعدة. شوفوا بنات الخليط هذا الخليط. طبعا أنا شفتها مثل ما قلت لكم، وشفت بالتعليقات هواية ذاكرين. إذا جربتوا شوفونا وانطونا النتيجة، أنا راح أنطيكم مثل ما تعودتوا علي النتيجة المضبوطة. هواية أشوفها وهواية حبيت أعرف هل من الممكن نقدر ناكل الحمص على إنه يعني بدائل للخبز. فهنا الشي راح تعرفونه وياي. رغم انطفت الكهرباء بنات، اللي يشوفون الشكل هيج صار، انطفت الكهرباء وقعدت ساعتين بعد ما نفشت بشكل لا يوصف. مع ذلك هي نجحت. إذن الوصفة بكل بساطة وأي واحد يقدر تنجح عنده وبكل سلاسة. مثل ما ذكرت لكم الخطوات، بعد ما تشوفينه حمص طبعا شعلين بس الأسفل، بعد ما تشوفينه حمص شعلين عليه من الفوق. طبعا قعدت مثل ما قلت لكم لأنه انطفت عليها الكهرباء. تعرفون احنا بالعراق ما شاء الله ماكو ضمان للكهرباء، بس خليتها بدت تنفش وما شاء الله كلش ارتفعت. والله رجعت انطفت عليه الكهرباء، أنا هم قلت عفت هي خربانة خربانة. ما توقعت بعد ما ترجع الكهرباء ترجع ترتفع. ما ارتفعت الارتفاع اللي بالبداية، بس المهم نجحت. ومثل ما تشوفونها قطعتها بعد ما بردت. والنجاح أنطيكم بنسبة، رغم اللي مرت بيه، نجاحها 100%، لا 50 ولا 90، 100%. كلش بسيطة. بس نجي على هنا تجربة الطعم. بالنسبة لي أول لقمة كلش استغربت النكهة، يعني ما أقولكم ما يعني ما البديل للخبز. بصراحة أكذب عليكم إذا أقولكم ممكن إنها تكون بديل للخبز. بس أني من خلال هذا الفيديو حسيت إنه أقدر أبدع بهواية أمور ثانية، مو هذا الطعم. رجعت عدت مرة ثانية إنه أقدر يعني أكلها، أدخلها يعني بالأكل. ممكن أول نكهة كلش استغربتها بصراحة، حتى ابني كلش استغربها، يعني قال ما صدق. رجعنا مرة ثانية خليت عليها شوي جبنة شيدر. أبدأ أشوف لأن هم يقولون كلش لا بأس بها، خلينا نقول 40%، يعني ممكن تستقبلون النكهة. المهم يعني بصراحة كوصفة هيك ما حبيتها 100% للأمانة. بس على النجاح، نجاح ممكن أكو غيري يتقبلها، ممكن يعني يحبها. بس أنا اللي استخلصته من هاي الوصفة إنه أقدر أسوي غير شغلات. ظلوا وياي، صعدوا الفيديو لايك وهاي حتى أسوي غير شكل إن شاء الله راح تشوفوه. وإن شاء الله راح تكون النتيجة أكثر مرضية، أكثر من اللي شفناه بهواية. بس كوصفة نجاحها أنطيكم عليه والله مثل ما قلت لكم 100%. أتمنى عجبكم هذا الفيديو. أترككم بأمان.